مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد، وانا يعني بصور بسرعه كده. لبست انا وبنتي علشان خارجين. صحي النهارده من الاول اليوم مقرره ان انا هقعدها من الحضانه، مش هروح الحضانه، وهنقضي اليوم كله النهارده انا وهي. طبعا احنا قاعدين مع بعض من الصبح، فطرنا مع بعض، عملنا فطار سوا وفطرنا. فانا هاخدها دلوقتي اوديها الكيدز اريا، وبعد كده هنخرج في اي كافيه كده نشرب لنا اي حاجه سوا. ومعايا نوت بوك في حاجات كتير عايزه اكتبها، والكتاب ده انا شاريه من زمان قوي وما فتحتوش لسه وما قريتش فيه اي حاجه، فعايزه برضو اقرا. لبست خلاص وجهزت الشنطه. طبعا احنا خارجين مع الاطفال، يبقى مناديل وايبس، مناديل ورقيه، كل انواع المناديل معاكم علشان لو حصل اي حاجه في اي وقت. نفسي والله اسيب لكم الاصوات الطبيعيه، بس طبعا كان في اغاني شغاله في المكان، وبصراحه خفت قوي يكون عليها حقوق طبع ونشر. المهم يعني انا لما بروح الاماكن زي دي، طبعا معظم الكافيهات اغلب المنيوهات ما بيبقاش فيها حاجه مناسبه للاطفال، فباخد السناك بتاعها معايا، باخد لها اي حاجه تاكلها. بنعتذر طبعا عشان هي جنبي وانا بسجل، احنا بقينا اهل يا جماعه ونتعود. المهم بقى كنت واخده الكتاب ده اللي هو اسمه جلسات نفسيه، كنت بقى عماله اقلب فيه كده يمين وشمال اشوف بيتكلم. طبعا كانت دي احلام ورديه، لان انا طبعا ما قراتش فيه كتير، قرات المقدمه وصفحتين بس منه، لانه بنتي بهدلتني وكنت بجري وراها في المكان كله، فكان صعب قوي ان انا اركز في القراءه. هنا كنت بضحك علشان الكاتب كان بيقول ان الكتاب ده اهداء لزوجته، هي قد ايه ساعدته قوي ووفرت له كل السبل ان هو يكتب الكتاب ده. فانا بصراحه ابتسمت علشان كده. هنا بقى طلبت موهيتو، هم طبعا هتلاقوني ببص كل شويه على الكوبايه، لانه بجد ما كانوش عاملينه حلو خالص، وكانوا مش حاطين فيه سيرب كتير. طبعا بنتي كانت بتتجول قدامي في المكان وانا كنت بضحك لها وببص لها كل شويه. جبت بقى النوت بوك، يعني دي الحاجه الوحيده اللي اخدت مساحتي فيها، وما عرفتش اقرا خالص، المكان كان فيه اغاني فما عرفتش اركز. فجبت بقى النوت بوك بتاعتي وجبت القلم، وقعدت يا جماعه افرغ كل الطاقه السلبيه، كل الافكار اللي في دماغي، كل الحاجات اللي انا ممتنه ليها، اي حاجه سواء حلوه او وحشه انا قعدت كتبتها. المهم ان انا بعد ما بكتب بخلص بفضي كل دماغي، ودي حاجه انا بعملها وعاده انا بعملها من زمان. انا شخص بيحب الورقه والقلم، بحب اتعامل بالورقه والقلم، لو عندي مناسبه بخطط لها بالورقه والقلم، لو اي افكار عندي بكتبها بالورقه والقلم. وهنا هتلاقوني كل شويه كنت ببص على بنتي، لانها كانت زي ما قلت لكم بتتمشى في المكان كده، فانا كل شويه ببص عليها لا تطلع بره، مع انه الباب يعني صعب ان هي تفتح، بس انا برضو كنت كل شويه ببص عليها. هنا بقى كنت خلصت ولميت بقى حاجتي كلها، النوت بوك، الاقلام اللي كنت جايباها معايا علشان اقرا. طبعا بنتي كانت بتلعب بيهم، كل حاجه انا لميتها. طبعا هي ما اكلتش الساندوتش عشان احنا كنا متغديين وطالعين، فاخدته معايا تاني اكلته بعد الكيدز اريا، لان طبعا الاطفال بتجوع قوي بعد الكيدز اريا، لان بتعمل مجهود كبير قوي. دخلت بقى كل حاجه، وبعد كده كنت هطلع على الكيدز اريا. انا برافو برافو. انا دلوقتي في الكيدز اريا يا جماعه، نونو صغنون وبيلعب وانا مستنياه يخلص. طبعا انا بكره الكيدز اريا اروحها لوحدي عشان بتبقى فرهده قوي، بس مش مهم، نضحي النهارده. فاينلي الحمد لله رجعت انا وبنتي. بجد ما دي حاجه ممتعه ان انتوا ومهمه، يعني مهمه، دي مش رفاهيه ابدا، ان انتوا تقضوا وقت مع بعض، تخرجوا مع بعض، تلعبوا مع بعض. بس دي حاجة متعبة جدا جدا جسديا ونفسيا، لانه ممكن نوبة غضب تيجي تفرج علينا الدنيا كلها. زي ما انتم شايفين انا خرجت معاها ورحنا الكيدز اريا، حاولت الم الموضوع على قد ما اقدر، الحمد لله يعني كانت اسهل من كل مرة. المهم وانا راجعة جبت من المكان اللي انا كنت قاعدة فيه، لان انا ما كانش حاجة هناك، لان انا كنت رايحة متغدية،
فما قدرتش ما شربتش بس الا موهيتو علشان اهضم كده. جبت بقى معايا يا جماعه مولتن كيك، بتعيط بره. جبت مولتن كيك واخدته معايا تيك اواي، سكتها وجيت. المهم كنت بقول لكم ان انا جبت منهم المولتن كيك التحفه ده. هم احلى ناس بجد في المكان اللي انا ساكنه فيه بيعملوا مولتن كيك. فهسيبها بقى لما جوزي يرجع من الجيم هناكلها سوا. كنت بقى شاريه شويه حاجات من يومين كده فعايزه اوريكم لانه انا سايباهم في الكيسه كده مركونين، حاجات حلوه قوي. اول حاجه اشتريتها هو البرفيوم ده، انا مش عارفه بصراحه ده وشه، ده كده شكل البرفيوم ده يا جماعه ريحته تحفه. لو لقيتوه في اي مكان هاتوه على ضمانتي. اوريكم بس شكل الازازه، شايفين شكل الازازه تحفه ازاي؟ ريحته تحفه بجد، لا خطير. انا كل ما بشوفه برش ما بستحملش. واهم حاجه ان هي ثابته، وشكل الباكج حلو قوي، تنفع كجفت لو عايزين تهادوا بيها اي حد. جبت البادي سبلاش ده، وده يا جماعه ريحته نظافه. عارفين لما بتخرجوا من الشاور كده، انا طبعا يعني دي سنت ودي سنت تانية، بس ريحته تحفه، ريحته نظافه قوي. لما بتخرجوا من الشاور كده ريحته تحفه قوي. بعد كده بقى جبت البرايه كيوت دي علشان انا عندي مشكله. انا جايبه الاكحال بتاعه روز بيبي، فبجد صعبه قوي في البري لانها طريه قوي. فجبت البرايه الكيوت دي، شكلها حلو قوي، وفيها كمان مكان للكحل الصغنن والكحل الكبير. باقي حاجتين اتنين بس، والله حاجتين، والله العظيم حاجتين. هوريهم حاجتين بس، حاجتين. اوكي عايزه ايه؟ مش هينفع تقعدي هنا، تسريحه مش هينفع تقعدي عليها. هاتي بوسه، بوسه. اوكي هوريكوا بقى باقي الحاجه وهي قاعده على رجلي عادي. جبت بقى الحزام ده، وده طبعا كنت لابساه النهارده على الدريس واحنا خارجين. الحزام ده طالع ترند قوي يا جماعه، وسعره 150 جنيه. هو سعره موحد يعني هتلاقوه في كل مكان نفس السعر. شكله شيك، بينقل الطقم في حته تانية، وبصراحه خطير وسعره كمان حلو. هي قالت لي ان هو ستانلس فمش هيصدي ابدا. سعره حلو قوي والكواليتي بتاعته حلوه. اخر حاجه بقى اشتريتها علشان الجامعه هي الماسكارا الشفافه دي من ماركه اسمها توب سكين. انا لسه ما جربتهاش لحد دلوقتي، بس انا طبعا بروح الجامعه كل يوم ببقى عايزه اثبت حواجبي، فصعب قوي قوي ان انا احط على حواجبي كل يوم الصابون بتاع الحواجب بيكون مضر قوي. فانا جبت الماسكارا الشفافه دي علشان اجربها واشوف هتثبت الحواجب ولا لا. هجربها طبعا في وقت تاني لان زي ما انتم شايفين. صباح الخير، هنعتذر عن شكلي وهنجهز اللانش بوكس بتاعي مع بعض، علشان انا يعني خلاص جهزت اللانش بوكس بتاع بنتي ووديتها الحضانه. فاحنا محتاجين نعمل بتاعي دلوقتي لان انا متاخره جدا على الجامعه ولسه بالاسدال ولسه ما لبستش، فيلا بينا. ده شكل اللانش بوكس بتاعي، هو متقسم كده دورين. بنشيل اول حاجه الدور ده، وبعد كده طبعا هو صعب قوي يعني ده ما يتجابش للاطفال ابدا. ده كده الدور الاول، وبعد كده بنشيل، وده كده الدور الثاني. فزي ما قلت لكم ده ما ينفعش للاطفال بتاتا. ده انا جايباه علشان مختلف وعشان كمان حجمه صغنن مش كبير قوي. اول حاجه هحطها ساندوتش ده الميني باتيه وحاطه فيه جبنه رومي. بعد كده انا عندي التودو ده انا بحبه قوي فهحطه. تمام، بس ازنق الدنيا كده علشان الدور التاني يقفل. ماشي، بعد كده هحط الدور ده، وده هيبقى للفاكهه. انا مقطعه هنا عندي جوافه وكمثرى. انا ما بحبش الكمثرى قوي بس هاخدها بما انها موجوده يعني. وهقطع كمان، هحط كمان جوافه انا مقطعاها. هوريكم الشكل في الاخر. شايفين ده كده الجوافه والكمثرى، وتحت زي ما قلت لكم الساندوتش. عندي هنا بقى الغطا ده هغطي على الفاكهه، وبعد كده هحط البتاع دي اللي بتقفل وفيها معلقه وحاجات، بس انا هحط فيها ايه بقى هوريكم دلوقتي. طبعا انا بقعد كتير قوي في الجامعه بجد كتير، فعلشان كده واخده اكل معايا وما بحبش اكل من بره. انا هفتح بس دي كده، طبعا دي فيها معلقه فانا مش عايزه المعلقه النهارده. انا ممكن عادي اكل الجوافه. عندي بقى ايه اللي انا عايزه اخده، عندي كاندي فهاخده معايا لانه ساعات بهبط في المحاضرات وببقى عايزه حاجه مسكره. شايفين شكله كيوت؟ انا ده اكتر كاندي او نوع كاندي انا بحبه اللي بيبقى عليه سكر ده. مش هاخد كتير برضو علشان ايه الدنيا تبقى تمام. عندي نوع تاني برضو اهو
اللي هو بيبقى بالبطيخ. هقفل بقى اللانش بوكس على كده. وطبعا عصير، انا بحب العصير ده بتاع سنتوب. خلصنا، هامله بس ازازه الميه وهروح البس. عندي ازازه الميه دي اللي هي ستانلس بتحافظ على درجه حراره الميه، بس هي بجد تقيله قوي. فانا هامله دي معايا، الازازه دي معايا وهاخدها معايا. كنت شاريها امبارح وانا في الكافيه فهاخدها معايا. كنت عايزه اخد مولتن كيك من اللي انا كنت جايباه امبارح لاننا ما اكلناهوش، بس حسيت ان هو يبقى اوفر سكر قوي. فبس يلا بينا. خلصت لبس وحضرت الشنطه سريعا سريعا، انا متاخره قوي على السكشن. هاخد بس معايا مطلعاه، هاخد البلطو الابيض وهاخد الشنطه من بره، ويلا بينا سريعا عشان بجد انا متاخره قوي. رجعت من الكليه وطبعا يعني ما قدرتش اعمل اكل، فطلعنا نتغدى بره. ملحقتش والله يا جماعه اجهز معاكم واعمل اوتفيت تشيك معاكم، بس احنا طلبنا دلوقتي الاكل. المفروض ان هو قدامه نص ساعه وهينزل. انا بجد جعانه قوي قوي. الساعه دلوقتي 8 تقريبا، ف 8 بالليل. من بره. انا حاسه ان انا طول الفيديو حطاكم في الكادر ده. المهم يعني عايزه اوريكم صفقه النهارده. طبعا احنا دلوقتي في وقت رخم قوي اللي هو بين الصيف والشتاء اللي هو الخريف، فاحنا مش عارفين نلبس صيفي ومش عارفين نلبس شتوي، فبنجيب خريف. الخريف ده اللي هو بيبقى بكم بس خفيف قوي. عايزه اوريكم بقى الحاجات اللي انا اشتريتها تحفه لبنتي. اول حاجه لانه بنتي كمان مش عندها لبس خريف ومش عندها لبس شتاء. اخر لبس شتاء وخريف كنا جايبينه هي عندها تقريبا 6 شهور كده، فكانت صغيره قوي، فاللبس صغير قوي عليها مش هينفع تلبسه حتى. فعلشان كده جبت لها بقى لبس النهارده. اول حاجه جبت لها البيجامه دي، وده كده شكلها. عارفين البيجامات الفيمينين دي اللي احنا بنجيبها لنفسنا وهي بزراير، بس طبعا كنت فاتحاها علشان كنت بقيسها وكروهات كده. البيجامه في الحقيقه تحفه، وده البنطلون بتاعها بصراحه تحفه قوي قوي، وشكلها شيك وهتبقى حلوه عليها قوي وكمان مريحه وبكم. بصوا هي متبطنه، يعني متبطنه سنه صغننه قوي من جوه، بس لا ما تحررش يعني. هتنام بيها بالليل، ممكن طول النهار البسها صيفي عادي شورت بقى وبنص كم، وبالليل بس انومها بيها كده. بقى جبت لها طقم خروج ده كده شكله. ده التيشيرت هو شكله تحفه. الدرجه بتاعت البينك بتاعته خطيره وعليه رسومات كده. وده يا جماعه البنطلون بتاعه تحفه. شايفين انا جبت لها طبعا مقاس كبير علشان كل اللبس اللي انا بجيبه لبنتي بيبقى صغير عليه. البنطلون عليه برينت كده نجوم وقلوب والحاجات دي، فبصراحه تحفه. الطقم ده على بعضه كان سعره كان سعره 300 جنيه، فسعره حلو قوي بالنسبه للكواليتي بتاعته. وهو قطن يا جماعه. البنطلون برده متبطن تبطينه خفيفه من جوه. البيجامه دي كان سعرها كام؟ ثواني اشوف التيكت. البيجامه دي كان سعرها 295، يعني يعتبر 300 برده. بعد كده بقى اليونيفورم بتاع بنتي بتاع الحضانه اللي هي بتلبسه الايام دي. بتلبس فستان كده بنص كم ولكن قصير، فبتلبس تحتيه شورت، فحاسه برده ان الجو برد قوي ما ينفعش تلبس شورتات. الاسترتش ده وده سعره 130 جنيه. جبت لون ابيض علشان يليق معاها على الفستان اللي ما كانش موجود فيه الابيض، ما كانش موجود منه الوان الابيض واسود، فحسيت لا الابيض هيليق اكتر. ده كده شكله.
وهو زي ما قلت لكم الخامه بتاعته لكرة وحلوه قوي، هيليق على البنطلون وسعره هيليق على الفستان وسعره 130 جنيه. بس كده اليوم كان متعب قوي قوي بجد. النهارده الكليه كان فيها محاضرات كتير قوي. على فكره وقت البيت يعني بجد وقته تنظيفه كويسه قوي، بس انا ما عرفتش اصور معاكم طبعا علشان كنت عايزه انجز قبل ما اخرج، وخرجنا طبعا واكلنا بره. فحاسه ان انا اقصى حاجه هعملها ان انا همسح الميك اب، هغسل وشي وهعمل سكين كير وهنام، مش هعمل حاجه اكتر من كده. اعتقد ان انا هقفل معاكم الفيديو لحد هنا. ما تنسوش يا جماعه تقولوا رايكم تحت في الفيديو، واكتبوا لي كده كومنتس عشان ارد عليكم، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد على خير. باي باي.